العقلية اللي هتغير مستقبلك كمصمم وفريلانسر. معاكم محمد أسامة من برنامج أنا مصمم ومش ماشي قبل ما تتعلم. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، وخليني أقول لك من البداية إنها يمكن أهم من إنك تتعلم فوتوشوب أو إليستريتور أو حتى إنك تعمل بورتفوليو جامد. النهاردة هنتكلم عن العقلية، دماغك، تفكيرك، رؤيتك للمجال ده. أنا مؤمن إن كل حاجة حقيقية بتبدأ من هنا. قبل أي خطوة، قبل أي كورس، وقبل ما تفكر تشتغل فريلانسر أو تبقى مصمم، لازم الأول تظبط دماغك. خليني أقول لك حاجة، أنا مش جاي أقول لك إني كنت عبقري من أول يوم ولا إني كنت فاهم كل حاجة. بالعكس، أنا كنت تايه وما كنتش عارف أبدأ منين ولا المفروض أتعلم إيه الأول. وكل شوية ألاقي واحد بيقولك اتعلم الأدوات، والتاني يقولك اعمل بورتفوليو، والتالت يقولك خش على أبورك، بس ولا حد قال لي ركز في دماغك. شوف انت بتفكر ازاي. العقلية الصح هتفرق معاك في كل تفصيلة في رحلتك. هتفرق لما تتعلم حاجة جديدة وتلاقيها صعبة فتكمل. هتفرق لما عميل يرفض شغلك فتقول مش مشكلة اتعلم. هتفرق لما تشوف مصممين بيكسبوا اكتر منك فبدل ما تحبط تتحمس وتطور من نفسك. في نوعين من الناس في المجال ده، ناس اول ما تقابل مشكلة تقول انا فاشل، وناس تانية تقول انا لسه بتعلم. وصدقني الفرق بين النوعين دول مش في المهارة، الفرق في العقلية. انا فاكر اول مرة اشتغلت فيها على المشروع كنت متحمس جدا، اشتغلت عليه يومين وسلمته وانا شايف ان ده احسن حاجة عملتها في حياتي. العميل رد عليا بمنتهى البساطة وقال لي التصميم مش قد التوقعات ومحتاج شغل كتير. انا في اللحظة دي حسيت اني مش نافع، وكنت فعلا على وشك اسيب كل حاجة، بس رجعت لنفسي وقلت طب ما اتعلم، ايه المشكلة؟ انا في الاول ومن حقي اغلط. ومن هنا بدأت ابص لكل تحدي على انه خطوة لقدام مش نهاية الطريق. عايز اقول لك حاجة، التصميم مش بس الوان وخطوط وشوية صور، والفريلانس مش بس فلوس وحرية. الموضوع اكبر من كده بكتير. الموضوع انك تصحى كل يوم عندك استعداد تتعلم حاجة جديدة، تشتغل على نفسك حتى لو مفيش نتيجة سريعة، تتحمل الضغط وتفكر دايما في الحل مش في المشكلة. هي دي العقلية اللي محتاج تزرعها جواك. وصدقني اي مهارة هتتعلمها بعد كده هتبقى سهلة طالما دماغك مهيئة ليها. طيب ازاي ابدأ؟ تبدأ تبني العقلية دي ببساطة 3 حاجات. اقبل انك هتغلط، الغلط مش نهاية العالم، بالعكس هو جزء من الرحلة. خليك فضولي، اسأل، اتعلم، جرب، قلد، ما تستناش الكمال علشان تبدأ. ابقى صبور، النجاح مش بيجي في يوم وليلة وكل حاجة بتاخد وقت. انا مش بقول الكلام ده كمدرب او خبير، انا بقول لك من واقع تجربة، من قلب المعافرة اللي انا فيها ولسه فيها. العقلية الصح هتخليك تتطور مهما كانت ظروفك، هتخليك تعرف تتعامل مع الضغط، مع الخوف، مع التردد، وهتخليك توصل حتى لو الطريق كان صعب. انا عايزك تبدأ تبني نفسك من جوه، لانك لو عملت كده اي حاجة تانية هتبقى اسهل بكتير. وفي البرنامج ده احنا مش بنتكلم عن شغل بس، احنا بنتكلم عنك انت كإنسان، كمبدع، كحد عنده شغف وعايز ينجح. لو الحلقة دي لمستك او حسيت انها فرقت معاك، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وسيب لي في الكومنتس ايه اكتر حاجة محتاج تغيرها في تفكيرك. انا مستنيك في الحلقة الجاية، وصدقني لسه قدامنا كتير هنعيشه ونتعلمه سوا.